ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في سؤال جالي، هو ينفع يكون جوزي نرجسي؟ وهل في طريقة اتعامل بيها من غير ما اتدمر؟ هقولك الشخص النرجسي في الجواز بيبقى عامل ازاي. اول حاجة هتلاقيه بيقلل من شكلك جدا، ويخليكي تحسي انك مش كفاية. بينتقد لبسك وشكلك وجسمك وطريقتك في الكلام علشان يكسرك. ساعات يعمل نفسه ساكت ويتجاهلك تماما، وده اسمه الصمت العقابي. النرجسي ساعات يبقى شاطر قدام الناس، بس جوه البيت بيسحب منك نورك نقطة نقطة. بيشككك دايما في إحساسك، بيخليكي تحسي إنك انتي مجنونة. هقولك على شوية خطوات تعمليها عشان تعرفي تتعاملي معاه. أول حاجة، اعرفي إنك مش السبب. أول خطوة في الشفاء هي الوعي إن النرجسي دايما بيرمي اللوم عليكي علشان يتهرب من مواجهة نفسه. تاني حاجة، ابدأي تحطي حدود واضحة. قوليله بهدوء لما يجرحك: الطريقة دي بتضايقني وأنا مش هقبلها تاني. ممكن يتريق عليكي بس كوني ثابتة. ما تدخليش معاه في جدالات ملهاش آخر. النرجسي بيحب يستفزك ويوصلك لمرحلة الانهيار. ما تدلوش الفرصة. امشي لما تحسي انك هتنفجري. اكتبي كل حاجة بيعملها، اكتبي التواريخ والمواقف، مش بس عشان التوثيق، لكن عشان عقلك ما يشككش في احساسك. وركزي على قوتك الداخلية. صلي وتواصلي مع نفسك العليا. النرجسي بيحب يشوفك ضعيفة، لكن قوتك بتخوفه. ولو في عنف لفظي مستمر أو تحطيم كامل للنفس، فكري بجدية: هل العلاقة دي بتشفيكي ولا بتموتك؟